كليه تجاره نظري يعني. تمام. مبدئيا اه الكليات النظريه ما فيش اي مانع خالص انه يتعمل بحث. تمام. وقصه اللي احنا نمتحنه في شهر 6 دي مترتبه على فيروس كورونا، وفيروس كورونا لو استمر شهرين متتاليين قصه نمتحنه في شهر 6 دي مستحيل. فبدل التوتر للطلبه وايا كان اللي بيحصل دلوقتي، مفيش مانع يعني انه يصدر قرار بانه نعمله بحث في كل ماده. تمام. ده الحل الامثل والبسيط. تمام. بيقولوا عايزين نمتحن اونلاين، يعملوا استبيان لكل جامعه. الاونلاين صعب يعني انت من غير الاستبيان ما فيش وقت دلوقتي ان احنا نعمل استبيان. ده انتوا خلاص في اخر 4، المفروض امتحان هيبقى في شهر. كلامنا بيقولوا الاونلاين ناجح بنسبه 75%، واحنا بنقول انه هو ما نجحش بنسبه 75%. تمام. هم يعملوا استبيان لكل جامعه لكل اسم برقم جلوس. تمام هو دي بالظبط كده. طيب احنا متفقين. طب احنا هنواصل معاك يا احمد، اتفضل. باختصار شديد احنا طلاب مصر عايزين سرعه قرار من رئيس الجمهوريه عشان القلق اللي احنا فيه او توتر الطلاب يعني. فباختصار اي كليه نظريه مفيش مانع خالص ان يتعمل لها بحث، عشان فيروس كورونا كل يوم الاعداد اللي بتتعرض على وزاره الصحه متزايده 100 120 كده، يعني معناها المرض ما انتهاش. تمام. اذا لن نمتحنه في شهر 6 ده اكيد يعني. فاختصارا للوقت نصدروا قرار ونريح الطلاب. تمام. ممكن يبقى كذا قرار، يعني قرار للنظري قرار للعملي. تمام، ويبقى قرارات كويسه ومعقوله. تمام كده.